السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه رأيكم لو حطينا البيض على البطاطس على اللبن في الخلاط؟ تفتكروا هيحصل ايه؟ هيطلع لنا احلى فطاير طاسة تجنن، طرية وهشة وناعمة جدا. هنحط 3 بطاطسيات حجمهم متوسط كده زي ما وريتكم، وعليهم كوباية لبن او 3/4 كوباية لبن، وعليهم بيضتين، ونضرب الحاجات دي كلها في الخلاط مع بعض، ونضيف لها شويه من الزعتر علشان النكهه، وشويه كمان من الفلفل الاسود. ناخد بالنا ان البطاطس كمان فيها ميه، فعلشان كده حطيت كمان ربع كوبايه من الزيت. يعني حطيت كل المواد السائله علشان تسهل لي الضرب في الخلاط. هتضرب بمنتهى البساطه مهما يكون الخلاط بتاعنا، يعني صحته على قد. بعد ما ضربتهم كده فضيتهم في البولة. طبعا البطاطس بتخلي الخليط كده زي منشي شوية صغيرة. وهحط عليهم معلقة كبيرة من السكر، ونص معلقة صغيرة من الخميرة، وهحط كوباية ونص من الدقيق. ممكن تزودوا الدقيق لحد كوبايتين ونص، على حسب ما حابين طعم البطاطس يبقى ظاهر في الوصفة. هي البطاطس بتخليها طرية قوي كده، فلو حسيتوها محتاجة دقيق اكتر ادوها دقيق اكتر زي ما تحبوا يعني. انا عملتها كده بس. وطبعا هتزودوا الخميرة لو زودتوا الدقيق. حطيت بقى شوية من الجزر المبشور، وشوية من الفلفل الاخضر برضو مبشور. ضربتهم يعني في الكبة كده بالشكل ده، وكمان شوية من الجبنة الرومي، يعني زي ما بنعمل البانكيك او فطاير الطاسة. بس المرة دي حاطين شوية بطاطس، ومزودين القيمة الغذائية البانكيكات بتاعتنا او للفطاير بتاعتنا. حطيت بقى رشة كويسة كده من الزيت علشان ما تلزقش معايا، وحطيت حوالي 3 معالق كبار كده فردتهم في الطاسة. كل ما تكون رقيقة تكون احسن، لانها فيها بطاطس والبطاطس فيها مية. ما بقلبهاش على الناحية التانية غير لما العجينة بتنشف خالص من الوش الأولاني. بعد كده بقلبها على الوش التاني، بس لازم اتأكد انها نشفت كويس من الوش الأولاني، واسويها على نار هادية خالص علشان تطلع معايا مستوية وكويسة من جوه. بعد كده هنقدمها بقى وهي سخنة وبألف هنا. يا رب الفيديو يكون عجبكم، جربوه اكتبوا لي رأيكم في التعليقات. شايفين المطة بقى بتاعت الجبنة خطيرة. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.